السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. بإذن الله كده النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي هنعمل دورة الخل للغسالة الفول اوتوماتيك، وهنعملها ازاي بالطريقة الصحيحة، وكم تعليم كم يعني كم حاجة كده احب الفت نظركم عليها. ممكن يكون معظمكم عارفينها، بس برضو احنا بنقول للعلم. في ناس بتعرف وفي ناس لسه ما بتعرفش، في ناس متجوزة من زمان، في ناس يعني خبرة في الغسيل والحاجات اللي زي كده والغسالات، وفي ناس ما بتعرفش، في بنات لسه متجوزة جديد. حاجات كتيرة جدا جدا جدا. يلا كده بينا نبدأ ونشوف. أول حاجة عشان تحافظي على الغسالة الفول اوتوماتيك دي، تحافظي عليها من البوظان انها ما تبصي منك، اول حاجة لازم تقفلي الحنفية اللي جنب الغسالة، علشان خاطر كل ما تشغلي موتور المية تبص تلاقي الغسالة بتسحب وبتنقط مية لوحدها وبتسحب مية لوحدها حتى لو انت ما شغلتيش الغسالة. فعشان كده لازم بعد ما تخلصي غسيل تقفلي الحنفية اللي جنب الغسالة. دي أول حاجة. ماشي. تاني حاجة يلا هنا نشوف التعليمات بتاعة التشغيل. أول حاجة لو خدتوا بالكم هنا في كلمة تشغيل هنضغط عليها كده. بعد ما شغلنا دوسنا على الزرار بتاع التشغيل الأول. أول حاجة هنيجي هنا دي درجة الحرارة. هتشوف بقى انت بتغسلي بمية دافية ولا مية باردة من الحنفية ولا مية سخنة. هنا حماية الأطفال للحاجات الخفيفة. هنا تجفيف سريع. هنا الدورة. هنضغط بقى على الدورة بتاعتنا دي هنشوف انت هتغسلي غسيل ايه بالظبط. يعني مثلا هنا اعتيادي، يعني حاجة خفيفة مش تقيلة قوي. هنا غسيل تقيل. هنا لطيف اللي هو الهدوم الخفيفة جدا اللي زي الطرح والهدوم الخروج اللي ما بتستحملش غسيل. هنيجي هنا دي غسيل بطانية. ده نقع لو هتنقعي هدوم. ده تنظيف الحوض. احنا هننظف حوض الغسالة وهقول لكم هنعمله ازاي. هنا كلمة ستارت دي بتوقفي منها او تشغلي. وهنا هنشوف مستوى المية مع بعض. اول حاجة هنضغط هنا على كلمة الدورة دي. هنضغط لحد ما توصلي للغسيل اللي انت عايزاه ايه نوعه. يعني مثلا احنا هنا لحد ما الزرار الاحمر يجي على كلمة اللي هو تنظيف الحوض. تمام كده. هنضغط هنا بقى كده وهنيجي هنا. هي كده بتسحب لوحدها عشان هي بتعمل غسيل تعمل تنظيف للحوض. تمام. لو احنا مش بنعمل تنظيف للحوض بنجيب الزرار ده بنضغط عليه لحد ما يجي على الغسيل اللي انت عايز تغسليه. بندوس هنا كلمة ستارت. بعد كده بنظبط هنا مستوى المية. لو الهدوم يعني كتيرة هنظبط على مستوى غسيل تقيل او مثلا على مستوى الثالث او الرابع. لكن لو الهدوم قليلة جدا يعني غيار ولا حاجة خفيف كده هنظبط على المستوى الاول. تمام. بكده احنا بدأنا كده الغسالة بدأت تشتغل كده. بدأنا نشوف هي كده شغالة تمام والدنيا زي الفل. هنبدأ بقى ونشوف مع بعض الخطوة اللي جاية هنعمل ايه. بصوا كده ده الدرج بتاع الغسالة اللي بيلقط اي اتربة او اي اوساخ لازم ينضف اول باول. شايفين؟ هننضفه بقى بايه؟ بصابون وفرشة اسنان تكون قديمة محدش بيستخدمها، تعينيها لحاجة زي كده تنضفي بيها. هنضفها مع بعض وهنشوف. هنغسل بالطريقة زي ما انتم شايفين كده. كل ما الدرج ده يبقى نظيف والفتحات بتاعته تبقى نظيفة تبصي تلاقي الدرج ده بيخزن الاتربة اللي في الهدوم فبينضف معاكي. كل ما تبقى العيون بتاعته دي او الفتحات بتاعته دي مقفولة كل ما تبقى مش هتلقط معاكي اتربة ولا هتنضف معاكي اتربة. كده زي ما انتم شايفين كل ما الدرج ده يبقى نظيف تلاقي الغسيل دي بتلقط منه كل الاتربه وكل الاوساخ اللي في الغساله. عشان كده كل غسله او اتنين دي حاجه مهمه جدا انك انت لازم تنضفيه بالطريقه دي. بعد كده برضو معلومه مهمه، دخلي ايدك مكان الفتحه اللي انت بتركبي فيها الدرج دي هتلاقي فيها اوساخ هتطلع معاكي. بصوا برضو لازم تنضفيها بالفرشه ماشي بايدك ماشي.
بصوا لو خدتوا بالكم الميه هتلاقوا فيها ترسبات وحاجات من تحت. الحاجات دي عشان انا فتحت الدرج ده وشيلته، فالميه بدات تتغلغل، فلو في اوساخ او اي حاجه بدات تطلع جوه الغساله. مش هنركب دلوقتي الحوض، هنركبه بعدين. لو خدتوا بالكم الحوض على فكره برضو في حاجات من جوه متركبه يعني ركنه، لازم تنضفيها بالطريقه دي. الحاجات دي مهمه جدا 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 عشان الغساله تفضل معاكي نظيفه وزي الفل، وتلم معاكي الاوساخ وتنضف الغسيل. كده انا ركبت الدرج. الخطوه بقى اللي بعد كده احنا هنضيف الخل، بس اهم حاجه ما تضيفيش الخل في الحوض فاضي بتاع الغساله، لان الخل بينزل في الغساله تحت، والغساله بتاخد كميه كبيره من الميه، فبالتالي بتلقط الخل كله اللي انت حطيتيه في الاول. احنا حطينا هنا ازازه الا ربع خل، وهنسيبها بقى لحد ما تاخد وتدي وتنضف نفسها لحد ما تفصل خالص. لو خدتوا بالكم انا لو وقفت لكم دلوقتي هتلاقوا اتربه. بصوا كل الحاجات دي بتمنع الغسيل انه ينضف. شايفين ده كله طلع من مكان الدرج اللي انا شيلته، مع ان انا شيلته كله باوساخه وفتحته بره. انا كل مرتين غسلتين 3 انا بشيل الدرج ده، لكن الاوساخ اللي طلعت دي خرجت من جوه لما الميه بدات تضرب في مكان الدرج بتاع الاوساخ ده. بدات الميه تطلع بالطريقه دي والاوساخ بدات تطلع كده. كده بعد ما احنا حطينا الخل احنا كده هنكمل الدوره كامله. وبكده يا رب تكونوا استفدتوا مني، وكده نكون خلصنا. والسلام عليكم ورحمه